كسل العين او الليزي اي. يعني ايه كسل العين؟ كسل العين دي حالة مرضية بتحصل في العين او في العينين الاتنين، على الرغم من الاكتمال التشريحي للعين بتاعتنا لا بيحصل فيها ان في عين من العينتين بتبتدي انها مش بتشوف كويس. يحدث الكسل ده عندما يكون ان في مشكلة في العين ادت ان العين دي مش بتشوف بصورة كويسة. اسباب الكسل كتير، في كسل وظيفي وفي كسل غير وظيفي. الكسل الوظيفي السبب الاول ليه ان الطفل بيتولد عنده حول، بمعنى ان العينين الاتنين مش على استقامة واحدة، فبيبتدي المخ بيتجاهل العين المنحرفة ويشوف بعين واحدة بس. السبب التاني وجود عيب انكساري، بمعنى وجود ضعف في الابصار في عين اكتر من العين التانية باكتر من حوالي 4 درجات. مش بقدر ان انا اعالجه بنضارة، عشان لو لبست نضارة هبتدي اشوف الصورة 2، فبيبتدي المخ بيوصل له صورة كويسة وصورة مشوشة. لما بيوصل له الصورة كويسة والصورة المشوشة المخ بيبتدي بيهمل الصورة المشوشة وبيشوف بعين واحدة. في اسباب تانية للكسل زي ان انا يجيلي مية بيضاء، او ان في مشاكل في الشبكية او في اصابة في العين ادت لده. الكسل بيبتدي من اول مراحل الطفولة، من اول 3 سنين، وعلشان كده لازم ان انا اعمل فحص دوري لاطفالي من اول سن 3 سنين، وخصوصا لو كان في مشاكل عند الاب او الام او الاقارب في الدرجة الاولى، فلازم ابتدي افحص الطفل بتاعي واشوف لو في اي شكوى بيشتكي منها الطفل. العلاج نبتدي نعرف السبب ونعالجه. تاني حاجة نغطي العين السليمة على حسب العمر، ساعات معينة في فترات معينة على حسب ما الدكتور هيبتدي يقول لي. ولازم اهتم وخصوصا من الامهات ان انا اشجع الطفل ان هو يغطي عينه، ابتدي اعمل له حاجات كتير بتفرحه لما يغطي عينه، ولازم اراقبه عشان ما يقعدش يشيل الغطا، هيبقى متضايق ان هو بيشوف بالعين التانية صورة اوحش. بس لازم احفز العين دي انها ترسل اشارات عصبية للمخ. بدون تغطية العين السليمة لا يمكن ان انا ابتدي اشوف بالعين الكسلانة التانية، وهبتدي افقد النظر تدريجي. وللاسف بعد سن 8 سنين مش هينفع ان انا ارجع بالزمن واعالج العين اللي فيها الكسل ده. طيب انا دلوقتي عندي عيب انكساري في عين اكتر من العين التانية، ممكن اعمل ليزك في الاطفال بحيث ان انا اساعد العيان ان هو يبتدي يلبس نظارة ويشوف بعينين الاتنين، عشان العين الضعيفة ما يحصلش فيها كسل وتبتدي انها تضعف. ودي الحالة الوحيدة اللي انا ممكن اعمل ليزك فيها للاطفال بداية من سن 3 سنين قبل ما يوصلوا لسن 18 سنة. ولما يوصلوا لسن 18 سنة لو سمك قرنية كان كويس ممكن اعيد العملية تاني بحيث ان انا اوصله ان هو يشوف 6/6 ويتخلى عن النضارة بدون اي مشاكل نهائي. انتظروني ان شاء الله في حلقات جديدة ومواضيع كتير هنتكلم عليها، ولو اي حد عنده اي استفسار او حابب ان انا اجاوب له على اي حاجة ياريت يكتبها وانا ان شاء الله هرد عليه في اسرع وقت. مع السلامة.